السلام عليكم الاخوان. اليوم غادي نشوفوا المشكل ديال التذاكر اللي غادي تلعب الماتش ديال المغرب مع الصبليون. ما فهمناش علاش داك المشكل اللي وقع. خلينا نشوفوا ونشوفوا ردة الفعل ديال كل واحد. ما لقاش التذكره ديالو في قطر باش يدخل لهاد المباراة هذه ان شاء الله. السيت شنو كتلقاو؟ كتدخل للسيت كل شيء سولد اوت، ولكن فاش كتدخل لذاك اعاده البيع التيكيته كتحط كطير، يلا كتبرك عليها كتقول لك مشات. التيكيته كتحط ولا جوج بحال دابا انت شريتي بحال دابا الشيء اللي شفت الاخر هذاك الشيء تيقول الاخ شحال نتوما طلبوا لكم في التيكيت؟ 4000 ريال قطريه، 10000 درهم مغربيه. تيكيت كاينه في السيت؟ ما كايناش، تحيدات في البلاصه. مليون وما كايناش، مليون وطرت في البلاصه. وديما كوكا باخويا، تحيه كاع ولاد مراكش. السلام عليكم. بخير يا خويا. منين انت خويا؟ من تونس خويا. من تونس. شريتي التيكيت باش تدخل المغرب؟ والله نحاول. ما لقيتيش؟ انا ولد اختي اللي نقص في البارتي تاع تونس بالعلم تاع فلسطين. ان شاء الله ندخلوا. ما هي رسالتك لبعض ذوي الضمائر السيئة اللي حاولت باش ان تدخل التذاكر في الاسواق السوداء الى درجة ان الثمن فاق $1000؟ والله شوف، السوق الله يهدي، السوق السوداء موجوده دائما والاحتياط موجود، فهمت؟ ان شاء الله ربي مع المغرب. اعطيتو رسالة، برافو. ان شاء الله ربي مع المغرب، لان تحمل امال العرب الكل وما عادش فما خوف. الخوف هو في التور الاول توا، ما عادش فما خوف. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قلبنا كل معك. السلام عليكم الاخ. السلام عليكم. منين جيتي خويا؟ جينا من باري، من باري. خديتي ولكن التيكيت؟ امريكان. خدينا، كان عندنا واحد التيكي ولكن عطيناه حيتاش غادي نرجعوا في حنا غدا ان شاء الله، ولكن ليبيا ما كاينينش. ما كاينش ليبيا. ليبيا ما ما كاينينش. المشكل كاين الواقع هو ان كاين ليبيا مبيوعين، وملي كتدخل تيران انت كتلقى تقريبا النص ديالو خاوي. هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. كاننا ولكن ما كايناش. ما بغيناش المنتخب تاعنا فينا المشكل حنا. الواقع هو انهم باعوا لي تيكي بزاف، الهنود مبيوعين بزاف والهنود ما كيجيوش غير باش يديروا ديك هي كارد، فهمتي؟ وما تيجي صافي تيبقى التيران خاوي. كاين واحد المشكل اللي هو اكبر، هو انه الماتش تدار في تيران اللي هو صغير. كان خاصو يدار في لوسيل اللي تيهز التعبئه ديال 90000، حيتاش 45000 قليله بزاف على المغرب واسبانيا. وراه شفنا اللي ماتش الولا راه ربما سمعتوا النشيد الوطني لا لا كيهز. انا كنا في كاع الماتشات. كنا في الماتشات ديال هولندا، برازيل، الارجنتين. جمهور المغرب ما كاينش بحاله تبارك الله عليه، ولكن باش انه في هذا لافيش اللي هو تاريخي، لانه لاول مره زعما كاين غادي يكون واحد الماتش بهذه الاهميه لمنتخب المغرب، وأون بليس واحد لافيش مع اسبانيا، ضروري خاص يكون ماتش في تيران كبير ماشي في التيران هذا. الرساله ديالك لبعض الجنسيات اللي دابا دخلت بالسوق السوداء الى درجه ان طلبات €1000 للتيكيت وما لقاوهمش. تنعرفوا الناس جيتهم مغاربه اللي تيقلبوا على تيكيات ب €1000 ما كاينينش، والناس اللي عارفين هنايا كلهم تيتصلوا بيا تيقولوا لي واش كاينين دي تيكي ولا شي حاجه نشريو باش ما كانت ساعه المشكله ميم بنامبور كيل بري ما كاينينش. هذا هو المشكل. ومالوغوزمون باش تنمشيو كل نهار البلاصه ديال السيلز ديال بيع التيكيات ديال الفيفا، تلقاو واحد الصف اللي فيه تلقى فيه واحد 300 400 ديال الناس، و99% منهم ديال الهنود. يعني انه في الاخر شكون تيشري؟ هادشي بحال راه مفتعل من اجل ان باش رساله تكون خاطئه. حنا باغ اكزومبل كنا البارح في الماتش ديال البرازيل ومع الكاميرون، كنت باغي نشجع الكاميرون. دخلنا اش تلقى؟ كاع اللي مورايا ديال زعما كاين جمهور البرازيل كلشي هنود، ما كاينش. سي ما يمكنش انه الناس تيجيو من بلدان اللي من الجهه الاخرى ديال الكره الارضيه باش يحضروا الماتشات، ماشي المغرب حتى الجنسيات الاخرين، وما تلقاوش ليبيا حيت تيكونوا ديجا تفرقوا على ناس اخرين اللي ما عندهمش علاقه مع. حتى غير في هنايا غير في المجمعات اللي ما كتلقاش زعما كتشوف جنسيات بزاف ما كتلقاش، كتلقى الهنود وصافي. هادشي اللي كاين، يعني المشكل كبير. شنو هو المشكل؟ الخلل ما عرفتش، ربما التنظيم اللي علاش ان الهنود ان استحوذوا على علاش بالضبط؟ والله ما تسول المنظمين ديال قطر هما. كنظن ان قطر كانت خايفه ما غاديش يعمروا لها التيرانات وبقاو غير تيعطيو للهنود. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. دابا الاخوان شي واحد عنده تيكيت على ذاك الصبليون والو، حتى انت الاخ والو. هذا ماشي مشكل غير المغاربه، راه حتى الارجنتينيين هضرت معاهم، هضرت مع المكسيكيين، والله العظيم جاو حتى لهنايا وتفرجوا في الشاشات على برا
وما قدروش يدخلوا، في حين انك الا شتي المترو تتشوف غير الهنود نازلين منه. وهذا راه مشكل، هذا الفيفا خاصها تدخل في هذا الامر هذا، لان ما يمكنش دوله صغيره تجي دير هذه المساكن هذه بالرغم من المجهودات اللي دارت الجباره والامكانيات اللي سخرات، ولكن جات لهذا المشكل ديال التيكت ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا دابا يقدروا المغاربه دابا مساكن راهم هنا وما يغيش يقدروا يدخلوا للتيران. راه كاينين وما دخلوش، عندهم اللي تيكون ما دخلوش. راه كاينين في الماتش الاخر ديال المغرب مع كندا الناس راه واقفين برا وما دخلوش. شفتهم انا براسي ما عندهمش لي تيكيت وحاولوا مساكن انهم يديروا شعارات، ولكن تم من الداخل راه تقريبا كاين ديك لابورسيون اللي فين كاين كندا راه تقريبا النص ديالها خاوي. إذا نتمنى بكل احترام من كل المسؤولين، لا من الجامعة ولا من الفيفا ولا حتى المسؤولين في قطر، ضرب من أيادي من حديد على كل من سولت له نفسه أنه يتلاعب ما بات يسمى بفضيحة تذاكر الدخول للمغاربة. المقابلة ديال المغرب لمقابلة مصيرية، مقابلة مهمة اللي جاوها الإخوان، الأخ من أمريكا، الأخ من المغرب، الأخ من فرنسا، من انت خويا؟ ألمانيا. من ألمانيا، الكل يناشد المسؤولين، الأخ من أمريكا، الأخ أنت منين؟ فرنسا، الأخ منين؟ من هنا مقيم هنا، ما عندكش أنت التيكيت. غدا ان شاء الله اعاهدكم اننا سنحط الرحال في المكان اللي راه ولا مخصص لبيع التذاكر بطريقه غير قانونيه، وغادي نحاولوا اننا نوثقوه بالمباشر باش انا توقف هذه المهزله، سينو